هتعمل ايه في قبرك وانت واكل الميراث؟ وهتعمل ايه على الصراط وانت واكل الميراث؟ وهتقول لي ايه اللي ربنا لما يسألك عن ميراث اخواتك واليتامى اللي انت اكلته ظلم؟ هتقول له يا رب هي ازاي تاخد وتدي واحد غريب؟ مش هتقدر تقول كده وانت واقف قدام الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. اسمع إلى هذا الموقف بعدما تصلي على حبيب قلبك محمد. رجل كان تاجرا غنيا أعطاه الله من المال ما شاء الله. أسأل الله أن يوسع عليكم أجمعين بالحلال، قولوا آمين. الرجل ده يا أحبة كان متزوجا من بنت عمه، وكان يتقي الله عز وجل فيها. الرجل علشان ثري وغني وربنا مديله، جاءته امرأة وطلبت منه أن يتزوجها. هتبقى دي الزوجة الكام؟ الثانية. الرجل رفض في البداية، والمرأة مرة في الثانية في الثالثة، حتى تزوجها الرجل من غير أن تعلم الأولى أنه متزوج. وبعدين ربنا يقول لك في القرآن إن كيدهن إيه؟ ما شاء الله كلكم حافظين. إن كيدهن عظيم. المرأة دي كان عندها خادمة، فلاحظت إن زوجها في حاجة متغيرة، فقالت للخادمة أنا عاوزاكي كل يوم يخرج زوجي تمشي وراه تتتبعي أثره، وبعدين تيجي آخر النهار تقولي لي أخباره. الخادمة سمعا وطاعة يا سيدتي، مرة في الثانية في الثالثة، حتى لاحظت الخادمة أنه في كل يوم يدخل بيتا. سألت الجيران بيت مين؟ قالوا إنه بيت امرأة تزوجت من رجل تاجر غني. رجعت الخادمة وقالت لسيدتها اللي هي زوجة الهين الأولى إن سيدي تزوج من امرأة في البيت الفلاني والمكان الفلاني. خلي بالك الزوج ما عرفش زوجته، وسبحان الله الزوجة تعيش أيام وشهور مع زوجها وتتقي الله فيه، ولم تخبر زوجها أنها علمت أنه تزوج بالثانية. تخيل بقى، علشان ما توصلش لزوجها إن هي إزاي تتجسس عليه، وإن هي إزاي تخالفه في شرع ربنا. ما ربنا قال مثنى وثلاثة ورباع، قالت لك أرضى بالثانية بدل من أرضى بالزانية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالما مش بيخالف شرع ربنا ولا بيعمل حاجة غلط يفعل ما بدا له. المهم بعد شهور مات الزوج، والزوجة الأولى تعلم أن له زوجة إيه؟ ثانية. بعد ما انتهى الدفن تعمل إيه الزوجة الأولى؟ فيقال أن الزوجة الأولى في الليلة أو في اليوم التي مات فيه الزوج كانت تحضر العجين حتى تخبزه، فنادت على الخادمة زوجي مات؟ واندفن؟ قالت لها في زوجة تانية لها نصف الميراث بعد أن مات زوجي. طب نعمل ايه؟ نقدر البيت وناخد المال ونديها النص، ماشي. تخيل بقى تعمل ايه بعد ما تصلي على حبيب قلبك محمد. قالت العجين اللي احنا هنخبزه الزوجة التانية ليها النص، ناخد نص العجين ونطلع على الزوجة التانية. وبالفعل أخذت حقها وذهبت به إلى الزوجة الثانية. وبعدما ذهبت إلى الزوجة الثانية قالت لها أنا الزوجة الأولى زوجة التاجر الغني الذي تزوجك، وهذا حقك، وأنا كنت النهاردة عندي عجين علشان أخبزه، أنت لكم نصه. أنت متخيل؟ يعني لو واحدة غيرها هتقول لك ده ضرتي، ده زوجة تانية، ما تعرفش حتى أن أنا زوجته، ملهاش حاجة.
ولكنها علمت أن الذي يراها ويسمعها ومطلع عليها هو من؟ الله. أدي الزوجة الأولى صدقت مع ربنا. طب الزوجة الثانية قالت لها قبل أيام: قال زوجي اللي هو زوجك: أنا أشعر أن الأجل قد اقترب، وهذا حقك بعد موتي. قال لها: الفلوس والتركة اللي أنا سايبها ده حقك أهو، وبعد ما موت وانت كده خدت حقك. فقالت الزوجة الثانية: لقد أعطاني حقي قبل مماته، صدقة الأولى وصدقة الثانية، ومن صدق مع الله صدق الله إيه؟ معه. أنت بالله عليك هتعمل إيه في قبرك وأنت واكل الميراث؟ وهتعمل إيه على الصراط وأنت واكل الميراث؟ هتقول له يا رب هي إزاي تاخد وتدي واحد غريب؟ مش هتقدر تقول كده وأنت واقف قدام الملك سبحانه وتعالى وجل في علاه. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.